الحيرة بسماح من الله. ليه؟ ليه ربنا يسمح لنا بفترات حيرة؟ وساعات زي ما بقول لكم يرد رد لكن مش كامل، فتفضل الحيرة موجودة بنسبة. أول حاجة مهمة قوي في الموضوع ده أن ربنا بيقصد أنك تصلي أكتر. افهموا بقى، افهم ربنا، أقصد مش بقول لكم أنتوا افهموا ما يصحش، لا افهموا ربنا لما ما يخليش الصورة واضحة معناها الصلاة مش كفاية. صلي تاني، صلي أكتر، لأن وانت بتصلي في حاجات تانية بتحصل انت مش فاهمها بقى، في قلب بينضف، وهو ده أهم حاجة ربنا عاوزها. انت عمال تصلي تقول له المستقبل والعيال والمشاكل اوكي صلي اي حاجة، وهو عمال يشتغل على قلبك ينقيه، وهو ده اللي هيخليك تعاين الله، هو ده السما في الآخر. فهو لو جاوبك والصورة بقت واضحة ما انت هتقفل على الصلاة، ما انت هتقول خلاص وصل الرد، لا يبقى مش هرد. فاهمين المعنى؟ إذن فترات الحيرة هي المجال الأعظم لنمو الصلاة. كل ما تكون حيران في مواقف ومشاكل واختيارات فرصتك تصلي، واوعى تفتكر ان في صلاة غير مستجابة، لا، اي صلوة حتى دقيقة ليها قيمة في تنقية قلبك. مش بالضرورة تكون هي الرد على سؤالك، لأن ما أسهل إن ربنا يرد، هو الدنيا واضحة قدامه. هو بولس ربنا يسوع ما كانش شايف حياة بولس من أولها لآخرها؟ كان ممكن من أول يوم يقول له تبص يا شاول أحكي لك هيحصل لك إيه، هجيبها لك من أول يوم، شوف بقى ما هتطلع من عندي 3 أيام بعد المقابلة دي هتفتح، وبعدين في دمشق هتوعظ لك شويتين هيكرشوك، وفي أورشليم، وبعدين في قيصرية هتطلع شوية يجي برنابا ياخدك عنده أنطاكيا، بعد شويتين هقول لهم ايه سيبكم من أنطاكيا ادخلوا أوروبا آسيا، بعد شوية أقفل لك على آسيا أقول لك ادخل على أوروبا، وبعد أوروبا تبتدي بقى ايه أبهدلك شوية، تتسجن في أورشليم شوية، تتسجن في قيصرية شوية، أخدك روما سجن شوية، وبعدين كل الناس هتفتكرك هتموت، مش هتموت، هطلعك من السجن. كان ممكن يحكي له الحكاية كلها، هو ما حكالوش ولا حاجة من اللي هيحصل له، مع ان بولس بيقول له ماذا تريد يا رب ان افعل، كل مرحلة بردها. هقول لك ليه حاجة بتاعت بكرة، انا هقول لك حاجة النهاردة بس، هو انا بكرة مش موجود. لا تهتموا للغد، الغد ايه، مين فاكر الآية؟ يهتم فيما لنفسه. يعني ايه؟ ربنا النهاردة يرد على قد النهاردة، وبكرة هيرد على قد بكرة. فانت مش محتاج تعرف اللونج بلان، الكلام بتاع الدنيا ده، لا لا، انت عاوز تعرف النهاردة عمل ايه وخلاص. بكرة بتاعنا سيبه لربنا، هو عارف يمشيك بكرة ازاي، هو اللي مسؤول. اذا الحيرة بسماح من الله هي وقت اطول للصلاة. الحيرة كمان بتعمل حاجة مهمة جوانا يا جماعة، بتكسر شوية من ثقتنا بنفسنا او من كبريائنا. الشخص المتحير اقرب للمسكنة بالروح. يعني ايه الحيران يا جماعة؟ تعبان، فما يقدرش يفتخر. اللي بيفتخر ده عارف نفسه، فاكر نفسه فاهم كل حاجة وشايف كل حاجة. انما هاتوا اي واحد حيران كده تلاقيه مكسور شوية، كويس، وده مفيد برضه. فربنا بيسيبك في فترات حيرة طويلة لانه بيعالج جزء من كبريائنا، فبيكسر كبريائنا بالحيرة، فتبقى عندك عجز في الفهم. مش فاهمك يا رب، مش فاهمك، طب دخلتني المشوار ده ليه؟ طب انا اتخطبت ليه ومشيت ده كله وبعدين فكت الخطوبة؟ طب ما انا صليت من الاول وقلت لك لو ما فيهاش خير بلاش. طب انا سافرت وكنت فاكر السفرية دي على حسب رضاك يا رب وصليت، في الاخر رجعت، طب ما كنت قلت لي من الاول بزيادة. طب انا دخلت في الشركة دي وصليت وندرت وقلت لك يا رب لو الشركة فيها مشاكل ما ندخلش، وبعدين دخلنا وبعدين حصل مشاكل. طب ايه يا رب انت يعني بتلعبنا ولا ايه؟ تقلقش، هو ده ربنا، دي طريقته، تستغربوش. بتبقى مصلي وطلبت المشورة وربنا بارك وزقك، بس طلع ان الزقة مش على حاجة سهلة، لا حاجة ملخبطة برضه. طب ليه يا رب كده؟ ليه بتحيرني معاك؟ معلش وماله. الحيرة دي هتخليك تصلي اكتر، وهيخليك تتضع، هيخليك صغير، هتخليك في ايد ربنا صغير مش كبير، فيعرف يحركك زي ما هو عاوز.
انما احنا بنبقى ايه، عاوزين نتزيد شوية، نتلين، قافشين كده في ايد ربنا، فعاوز ايه يزيتنا.